سلام، أنا عدي. الأسبوع الجاي رح يبلش كأس العالم بقطر. حدث مش بس مهم، لا، وأول مرة بصير بالشرق الأوسط وبالعالم العربي تحديدا. يعني شغلة مفخرة وإنجاز. ليش إنجاز؟ لأنه اليوم قطر دولة عربية، لأنه كأس العالم بصير بالصيف والخليج صعب بالصيف وعملوه بالشتاء، لأنه كل العالم مهما كان غني ولا فقير بيهتم بهذا الحدث. فهذا حدث عالمي مهم مش بس لقطر، للعالم العربي كله. ونجاح قطر هو نجاح الفكرة إنه هم مش أحسن منا وبنقدر ندير هيك أحداث ضخمة. بس في قصة مهمة وإلها تفاصيل كثيرة. نجاح المونديال أمنيا هو الأساس، لأنه قد ما تبني ملاعب وبنية تحتية وشوارع وأوتيلات وتقدر إنك تقدم ملف تنجح فيه بالاستضافة، إذا ما نجحنا بالكأس العالم أمنيا لا تحلموا بحياتكم يصير عندنا بالمنطقة العربية أي حدث بهاي الضخامة. وبالتالي نجاح قطر للجميع. الشهر الماضي قطر عملت تمرين أمني اشترك فيه 49 ألف عسكري، والدول اللي اشتركت فيهم هيهم. والأجمل إنه السعودية جزء من هاي الدول. وهذا بدل إنه شو ما صار في إيمان مطلق وكبير وأساسي إنه قطر لازم تنجح. قطر بدها تستقبل 1,300,000 زائر لكأس العالم. راح يكونوا في بعض الأيام 500,000 زائر مع بعض، 500,000 هواء واحدة. قطر بنت 8 ملاعب على أحدث تكنولوجيا، وافتتحت ممر 3 كيلومتر كله مكندش، وافتتحت مترو وترام ليخدم الناس. قطر جاهزة تستقبل هذول الناس. بس مش هاي كل القصة. الفيفا بتقدر انه قطر ممكن يزورها 40 مليون زائر بالمستقبل بعد المونديال. 40 مليون زائر، هذول بدهم يروحوا على كل محل، دبي والأردن والسعودية وعمان. هذول سواح، يعني نجاح قطر مرة ثانية نجاح للمنطقة. تخيلوا معي 1,300,000 بدهم يزوروا، بدهم ينزلوا بوستات وبدهم يحكوا عن تجربتهم وبدهم يعرفوا العالم مش بس بقطر، بالمنطقة كلها. فهاي مش شهر فطبول، هاي أكبر حملة إعلانية وإعلامية العالم كله راح يشوفها. قطر صرفت 220 مليار دولار على استضافة كأس العالم. هذول مش بس ملاعب، لأنه اللي الناس ما بتعرفوا إنه الملاعب والصرف على كأس العالم لحاله 8 مليار، ودخل المونديال راح يكون 17 مليار. حسبوهم إنه الزوار ممكن يصرفوا بمعدل 5,000 دولار للواحد. طب ال 212 مليار الثانيات شو هذول؟ على مدى 11 سنة ومن يوم ما فازت بالاستضافة، هذول انصرفوا على كل اشي ثاني: شوارع وأبراج وأوتيلات ومستشفيات وأنفاق ومترو وشبكة مواصلات حديثة. وحسب المختصين هذا رح يزيد الدخل المحلي من الاستثمارات والسياحة لدولة قطر، اللي كلنا بنعرف إنها بتعتمد بس على الغاز والنفط. بس الآن دخلت قطر ودخلتنا معها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الحدث، مش بس بهذول 29 يوم، لا وبعديهم. انتشر هاشتاج الأسبوعين اللي مرقوا أنا عربي وأدعم قطر، على اعتبار إنه في خيار ثاني. يعني بالله عليك، إذا أنت عربي ومش مع قطر أنت شو؟ أنت زي اللي بدعي إنه جارهم يرسب بالامتحانات لأنه هو ما حبش يقرأ. غير الدول الصديقة يعني الأجانب، الأردن والسعودية والكويت وفلسطين شاركوا عسكريا لنجاح قطر. وهاي مرة ثانية لأنه نجاح المونديال هو نجاح للمنطقة. من يوم ما قطر نجحت باستضافة المونديال وما وقفت الحملات ضدها بهذا الموضوع بالذات. أنا هون ما بحكي سياسة ولا بدي أحكي سياسة، أنا بحكي الغرب والدول اللي ما قدرت تستضيف وما عجبهم إنه دولة عربية تستضيف هيك حدث. لا، وزاد الطين بلي إنه الفيفا قرر يعمل مونديال بشهر 11 بالشتاء بدل 6 بسبب الحر، وهذا زاد الهجوم. أنا إذا برد على السوشيال ميديا وعلى اللي بقراه فيها بقول خلص فرض كأس العالم وما راح يصير. بشكل مرعب قديش في حملات، وهذا مش بس بعيد عن الحق، هذا بعيد عن شواربهم. Welcome to the fans of these 32 countries, but to the fans from all over the world to Doha in November and December of this year in a few months' time to celebrate football, to live together the greatest show on earth and the best World Cup ever. Take care. هيو جيوفاني إنفانتينو رئيس الفيفا بيقول إنه هو بيعتقد إنه هذا أحسن كأس عالم. هذا مش راح يقامر بمستقبله. انتوا بتعرفوا إنه رئيس الفيفا تقريبا أهم من رئيس أي دولة.
هذا رئيس أكبر لعبة شعبية وأغناها على الكرة الأرضية كلها. هذا بيعرف إنه إذا فشل رح يكون هو أكبر فشل بتاريخ الفشل نفسه. على عكس ما توقع الناس، أو بلاش الناس اللي ما بتفهم كيف الدول بتشتغل، الناس اللي بتفكر إنه السياسة زي علاقة الشناين ببعض، فكروا إنه مثلا السعودية رح توقف ضد نجاح قطر، وهي السعودية ودت جيش هيأمن نجاح المونديال. الدول بتختلف، بس الدول لما تحسب وتخطط وتتصرف بتحط مصلحتها العليا قدام أي اعتبار. وإذا السعودية حطت نجاح قطر جزء من مصلحتها العليا، لعد مين إذن بده قطر تفشل؟ الدول اللي بالشرق الأوسط وبتعتبر حالها الدولة الوحيدة من العالم الأول، الدول اللي بتعتقل أطفال وبتقتل أطفال وبتقلع زيتون، هذول اللي بيهمهم إنه قطر تفشل. تتذكروا، تتبعوا سهام الباطل. يعني إذا بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي الناس اللي بلشانة ضد قطر هم نفس الناس اللي ضدك. إذن أنا وابن عمي على الغريب، مرة واثنين وثلاث. نجاح قطر هو نجاح لكل عربي، نجاح معنوي أولا ونجاح مادي. الشهر الجاي في 1,300,000 جايين على المنطقة. يا 100 أهلا وسهلا، والباقي عندكم.